المطعم ده بيقول ان عنده اطرى فراخ في مصر واحلى واطرى كباب وكفته كمان. الواحد عشان يثبت ده لازم يكون جرب اكل كل المطاعم في مصر عشان يعرف مين عنده اطرى فراخ فعلا. لكن بعيدا عن الادعاء ده انا هجرب الاكل من عنده وهقول رايي فيه بصراحه. طلبت من عنده دليفري، طلبنا نص فرخه شيش بالعظم، جاي معاها 3 رغيفة عيش، وده عيش بالليه يعني هو عليه دهون اللي هي خفيفه كده من على الوش. وده شكل الفراخ، بيستخدم فراخ حجمها كويس. دي نص فرخه. الريحه بتاعت الاكل خطيره، ريحه الشوي باينه فيها جدا. فراخ طريه ونظيفه وتتبيلتها ممتازه جدا، وطعم الشوي او الفحم باين فيها جدا. بيجي معاها نوعين رز ابيض، الرز ده خفيف جدا وطعمه رهيب. الرز ده شبه رز بعض المطاعم في السعوديه، اللي هو غالبا بيبقى شبه رز البشاور، بيبقى معمول بشويه لبن مع الميه بتاعت سلق الرز. هي بتستخدم عشان تفتح اللون وبتعزز الطعم شويه. الرز التاني بالخلطه الرز مختلف شويه بس حلو، لكن انا عجبني الرز الابيض اكتر. الرز اللي بالخلطه ده بالشطه طعمه خطير، يعني لو عمل منه رز سبايسي هيبقى جامد قوي. لكن المشكله طبعا ان الرز كميته قليله جدا على نص فرخه، فيا ريت يزودوا الكميه شويه. نروح للمشاوي. ده نص كيلو مشاوي عباره عن كفته وكباب وريش، ما كانش عنده طرب اليوم ده. نفس الحكايه 3 رغيف عيش اللي هما بالليه، والعيش ده حلو قوي. جاي 4 قطع كفته والباقي كباب وريش. الريش جايبها من غير عظم، فالريش قريبه قوي من الكباب، الاتنين لحمه طريه، وغالبا هو مستخدم القطعات الطريه زي بيت الكلاوي والحتت دي. تتبيله هاديه وطعم الضاني باين شويه في الاكل، لكن مش طعم الضاني اللي يضايق خالص، بالعكس طعمه خطير جدا. الكفته لسه طريه وفيها عصاره مع ان هي جايه توصيل، والدهون عماله بتنزل منها. تحت خالص في رغيف عيش بالليه نازل عليه كل الدهون اللي نازله من اللحمه. الرغيف ده طبعا رهيب. جاي مع الاكل سلطات، سلطه خضراء انا ما جربتهاش بصراحه، طحينه تقيله وطعمها حلو مظبوط جدا، كمان البابا غنوج تحفه. في كتير من المطاعم وخصوصا الكبابجيه ما تلاقيش العيش والسلطات عندهم احسن حاجه، لكن المطعم ده مظبط كل حاجه من السلطات والرز العيش، ومن افضل المطاعم اللي جربتها السنه دي. اسعاره غاليه بس في رايي يستاهل. طبعا دي تجربتي الشخصيه وده ذوقي الشخصي، ودي اول مره اجرب المطعم، فما اعرفش اذا كان هو ده نفس المستوى كل مره ولا لا. بس دي كانت تجربه البسيوني. سلام.